بسم الله الرحمن الرحيم. تحية طيبة لكم ولمشاهديكم الكرام. حقيقة أدبيات الحروب التي نشاهدها اليوم وأدبيات كذلك الولايات المتحدة الأمريكية ومنطلقها من السيطرة على العالم لا تدعو كثيرا إلى الذهاب إلى حرب مفتوحة أو محاولة أن تجد لها موطئ قدم واستخدام النار في الشرق الأوسط. تحاول أن تسيطر بطريقة ناعمة. لذلك أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية حريصة أشد الحرص على الضغط على الجمهورية الإسلامية الإيرانية وإعادتها إلى طاولة الحوار، لكن بدون شروط مسبقة. هي تحاول الضغط من خلال هذه الضربات وتستخدم للأسف وسيلتها وأدواتها في المنطقة وفي مقدمتها الكيان الإسرائيلي الغاصب. يعني هناك خلينا نوقف عند معطيات مهمة على الساحة الإسرائيلية. اليوم هناك خسائر كبيرة في الأسلحة، هناك خسائر كبيرة في الموازنة العسكرية للكيان الإسرائيلي. هناك خسارة يوميا مليار ولو ربع المليار من المقذوفات والصواريخ. هذه تكلفة كبيرة، بالإضافة إلى الهجرة العكسية إلى قبرص للإسرائيليين، بالإضافة إلى التراجع الكبير للاقتصاد. لذلك أعتقد أن الإسرائيليين أو الكيان الإسرائيلي لا يتحمل امتداد الحروب أو إطالة أمد الحرب. لا يتحمل. اليوم إسرائيل تعتبر مدينة أمام الجمهورية الإسلامية. ذلك أعتقد أنها لا تتحمل مثل هذه الخسائر، وسوف تلجأ عاجلا أم آجلا إلى فتح باب الحوار مع الجمهورية الإسلامية، لكن دون أن تريق مع وجهها. لذلك هي تلجأ إلى الولايات المتحدة الأمريكية من أجل فرض سطوتها وسيطرتها وشروطها. يعني حقيقة اليوم الوضع الداخلي العراقي يعني حقيقة لا يتحمل مثل هذه الاحتجاجات والخروج بالناس إلى الشوارع، ولا نعرف ما هو الهدف من أجل هذه الاحتجاجات. هل هو مساندة الجمهورية الإسلامية؟ كان ممكن للتيار الصدري لسماحة السيد أن يطلق بيانا مساندة للجمهورية الإسلامية. كان ممكن أن يطلق رسالة يبعثها إلى السيد الخامنئي أو للجمهورية الإسلامية رئاسة الجمهورية، بدل ما أن يذهب إلى الاحتجاجات ومحاولة إشغال الشارع وإشغال الحكومة العراقية، خصوصا أننا في مقطع حساس جدا، مقطع حساس أمني نحتاج فيه إلى اللحمة، نحتاج فيه إلى رص الصفوف ومراقبة الوضع الأمني. الوضع الأمني الداخلي جدا حساس، خصوصا في ظل هذا الوضع الأمني المربك. نحتاج إلى أن نحافظ على وضعنا الداخلي، لا نحتاج إلى إرباك داخلي. حقيقة مثل هذه الاحتجاجات تربك الشارع وتربك الوضع الداخلي الأمني. كان ممكن أن يفترض أكثر أن يذهب السيد مقتدى الصدر برسالة إلى الجمهورية الإسلامية ورسالة مساندة، وكذلك أن يعني يعطي بيانا واضحا عبر الإعلام أنه مساند للجمهورية الإسلامية في جهودها في الرد على العدوان. كان ممكن أن يذهب بهذا الاتجاه، لكنه احتجاجات بهذا الظرف أعتقد أنه غير موفق في هذا الطرح. يعني حقيقة اليوم العراق لا يمتلك الأدوات في أن يكون لدا قويا للولايات المتحدة الأمريكية أو حتى للكيان الإسرائيلي. لا يمتلك طائرات، لا يمتلك مدفعية، لا يمتلك مقاومة طائرات ممكن أن تحمي سماءه. اليوم كما تعلم حضرتك، اليوم السماء هي بأيدي الولايات المتحدة الأمريكية، هي من تسيطر على الأجواء. العراق مكبل بأدوات وأوضاع فرضتها عليه المعادلة بعد عام 2003. لذلك أعتقد من الأفضل أن يكون العراق مساندته للجمهورية الإسلامية من منطلق دعم لوجستي، دعم إعلامي، مساندة من قبل الجماهير، من قبل المرجعية الدينية العليا. اليوم المرجعية أصدرت بيانين خلال 10 أيام، وهذا شيء لافت ومهم جدا. كذلك الحكومة العراقية أعلنت موقفها الثابت والمساند للجمهورية الإسلامية وموقفها ضد الكيان الإسرائيلي. بالتالي أعتقد أن هذا الموقف لحد الآن هو جيد جدا، وهو مساند في ظل الظروف التي يعيشها العراق في عدم قدرته على حماية سمائه أو الرد على الخروقات التي تصدر من الطائرات الأمريكية أو حتى من الطائرات الإسرائيلية. طبعا 3 نقاط جدا مهمة. أولا إعادة النظر بالاتفاقية الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية. ثانيا العمل على إخراج القوات الأمنية، القوات الأمريكية كافة، والسيطرة على الوضع الداخلي وبناء على الجهود الاستخباراتية، وكذلك تقوية الجبهة الداخلية. هذا جدا مهم، تقوية الجبهة الداخلية من خلال إيجاد تحالفات مهمة، إيجاد تفاهمات مهمة مع كل القوى
سواء كانت القوى الكرديه الكريمه او القوى السنيه او حتى في داخل الاطر الشيعيه. اليوم ينبغي علينا ان نوحد صفوفنا الداخليه وازاله كل الخلافات والاختلافات الداخليه. اذا ذهبنا الى هذه الثلاث نقاط المهمه اعتقد اننا سوف ننجح في ابعاد خطر التهديد الداخلي من قبل سواء كان من قبل الولايات المتحده الامريكيه او الكيان الاسرائيلي، وكذلك نحافظ على سيادتنا ونعيد السياده كامله. كما ينبغي على العراق ان يعيد سيطرته على المال العراقي عبر ازاله كل المعوقات او ازاله الايدي الامريكيه على المال العراقي الموجود في البنوك الخارجيه. هذا جدا مهم. اليوم ينبغي على العراق ان يعيد سيطرته على ديناره وعلى املاكه وعلى ماله وعلى نفطه وعلى واردات النفط العراقيه. كان هناك محاولات، يعني كانت ضربه الكيان الاسرائيلي للجمهوريه الاسلاميه كانت تريد قلب النظام واسقاط النظام، وكانت هناك اهداف محدده من هذه الضربه، في ضرب راس الهرم هو سماحه الامام الخامنئي، وضرب كل القيادات السياسيه والعسكريه للجمهوريه الاسلاميه واسقاطها تماما. اليوم الذريعه بعنوان الملف النووي هو ليس الملف النووي، بل هو اسقاط النظام وافراغ الساحه تماما. اليوم سوريا سقطت وكذلك يحاولون اسقاط النظام الايراني، فبالتالي لا يبقى سوى ربما مصر سوف تكون الهدف الثاني بعد ايران، او ربما سوف يلجؤون الى استهداف دول الخليج لغرض السيطره الكامله وتنفيذ المشروع الصهيوني في الشرق الاوسط. لذلك اعتقد ان صمود الجمهوريه الاسلاميه كان بارعا جدا، قدرتها على اداره المعركه، قدرتها على اراده الرد باتجاه هذه الضربات الدقيقه من قبل الاسرائيليين، كذلك لحمه الشعب الايراني مع حكومته ومع نظامه السياسي، استطاع ان يفوت الفرصه على الكيان الاسرائيلي في اسقاط النظام الايراني في الجمهوريه الاسلاميه. اعتقد ان يعني حقيقه تجاوزنا مرحله اسقاط النظام، واليوم نجد ان ايران تسيطر على المعركه وتدير المعركه ببراعه وبجهود كبيره عسكريه يشهد لها وترفع لها القبعه. لا اعتقد يعني الليله هذه ليله الخميس والجمعه سوف تكون هناك مفاجات كبيره على الكيان الاسرائيلي. سوف نجد ان هناك ضربات دقيقه وقويه جدا من قبل الجمهوريه الاسلاميه باتجاه الكيان الاسرائيلي. اعتقد يعني هي الحرب لن تطول كثيرا بسبب الخسائر الكبيره للكيان الاسرائيلي. انا قلت اكو تفاوت كبير بين الجمهوريه الاسلاميه وبين اسرائيل. اسرائيل تعد مدينه من مدن الجمهوريه الاسلاميه، الى جانب القدرات العسكريه الكبيره يعني المتفاوته بين الكيان الاسرائيلي وبين الجمهوريه الاسلاميه، لكن ما زالت الجمهوريه تسيطر على الساحه، ما زالت تسيطر على اداره المعركه، ما زالت هي تسيطر بالصواريخ وبالمقاومات وبطرد الطائرات التي تحاول الدخول الى العمق الايراني. بالتالي اعتقد يعني لا يوجد اراده لدى الولايات المتحده الامريكيه في اطاله امد الحرب هذه مسيطر عليها تماما، لا يوجد اتساع لها في المستقبل. محاوله ايجاد يعني نوع من التبريرات، ادخال روسيا على الخط، دخلت عمان على الخط، دول الخليج دخلت، السعوديه دخلت في محاوله ايجاد مشتركات بين الطرفين المتصارعين. واعتقد ان خلال الايام القليله القادمه سوف نجد هناك بعض التفاهمات وربما الذهاب الى الاتفاق على ايقاف اطلاق النار. يعني احنا اذا نظرنا الى المباحثات السابقه وصلت الى يعني تقدم كبير في الاتفاقات، وخلال الجوله الاولى والثانيه وحتى الثالثه وصلت الولايات المتحده الامريكيه مع الجمهوريه الاسلاميه لاتفاقات مهمه، وكانت هناك ورقه مهمه كذلك صدرت لاتفاقات مستقبليه. لكن دخول الكيان الاسرائيلي على الخط وضربه للجمهوريه الاسلاميه خرب كل الاتفاقات وخرب اي تفاهمات. لذلك اعتقد ان اليوم الاراده بيد الولايات المتحده الامريكيه. هل سوف تمنع حليفتها في المنطقه الكيان الاسرائيلي من ايقاف هجومها على الجمهوريه الاسلاميه؟ اذا كانت الولايات المتحده الامريكيه لديها هذه الاراده اعتقد ان الكيان الاسرائيلي سوف يوقف كل هذه الضربات، خصوصا واننا نعلم جيدا ان الاسلحه والاحتده والطائرات والصواريخ هي كلها صناعات امريكيه وتضرب الجمهوريه الاسلاميه بالسلاح الامريكي. اذا علينا ان يكون لدى الاداره الامريكيه الاراده في ايقاف هذه الحرب. اذا كانت هناك اراده نعم سوف يوقف الكيان الاسرائيلي هذه الحرب، وسوف تذهب المباحثات وتستأنف هذه المباحثات بين الطرفين.